السلام عليكم رحرحاتي الامارات. كنتوا طالبين مني لفة الخمار دي في اكتر من صورة كنت بنزلها او فيديو على اي ابلكيشن بنزله. حبيت النهارده اعمل معاكم اللفة قدامكم واحدة واحدة كده، بس دولي كده اعرف امسك النقاب والخمار، علشان انتوا عارفين الجوانتيات ما بتخلينيش اعرف الف اي حاجة اصلا، بس يعني الحمد لله. بصوا مبدئيا كده، انا كنت بلبس تحت الخمار ده بندانة علشان بس كالون، لكن انا ممكن ملبسه تحتيها بندانات عاديه، ممكن البس البندانه السوري العاديه خالص او اي بندانه صغيره، يعني ما يشترطش بندانه معينه. عايزاها نفس اللون بتاع الخمار ماشي، عايزاها لون العباية اللي هتلبسيها او الدريس تمام مفيش مشكله. هنا انا مغيره الخمار اللي تحت، اللون يعني بتاع الخمار اللي تحت الخمار اللي هلبسه علشان تشوفوا انا هعمل ايه. بصوا انا بمسك الحته اللي جوه زي ما انتوا شايفين من الطرحه، من الطرحه الطويله دي، طرحه مستطيله 165 سنتي في 65 سنتي. بمسك الحته اللي جوه مش الاطار اللي بره بتاعها، بمسك الحته اللي جوه. ادعوا لي بقى علشان النقاب من مش عايز اصلا يتظبط، علشان مش عارفه امسك، احس الملمس بتاع القماش من الجوانتي. زي ما انتوا شايفين انا مسكت القماشه بتاعت الطرحه من جوه، وبحاول اثبتها بدبابيس، وزي ما احنا متفقين مفيش دبابيس مشبك معانا، احنا بنستخدم دبوس ابره علشان او اي دبوس تاني ما يمسكش القماش ويقطعه. بصي انا هلف معاكي لفتين للطرحه المستطيله، وانتي اختاري الانسب ليكي. انا باخد الطرف الطويل بتاع الطرحه هنا وبلفه على كتفي مش على راسي من فوق، وهحاول اظبطها معاكم دلوقتي. ودي على فكره ما بتحتاجش دبابيس، لو عايزه دبوس بتحطي دبوس على الكتف كده وخلاص، واللي فوق يعني ما حطيتش حاجه، هو دبوس في الرقبه ودبوس على الكتف. طبعا انت بتحاولي بقى تظبطيها بالطريقه اللي انت شايفاها. هنا طبعا انا مش مساعدني الخمار اللي تحت ان انا اعرف اظبطها اكتر من كده، بس هي عمليه وكويسه يعني مش وحشه. انا حاسه ان هي كانت مريحاني في الصور اللي كنت منزلاها، ولما خرجت بيها كانت مريحاني قوي يعني. اعتقد ان هي مش تقليديه، بس لو كانت متظبطه اكتر يعني وانتوا شايفينها متظبطه اكتر كانت هتبقى شكلها احسن، او انتوا مالكين يعني. تاني لفه معانا هي اللفه يعني مشابهه شويه، بس عارفين بقى اللي هي ايه، فيها اريحيه اكتر. هي نفس اللفة من على الراس، من عند الرقبة، بس هاخد الطرف التاني وارميه كده على كتفي واشبكه بدبوس من على الكتف وبس. بس دي خلي بالكم يعني لابسه حاجه مش واسعه قوي، او حاجه مظبوطه او حاجه واسعه بتبقى شكلها حلو. وانتوا عارفين ان دي بتبقى سواريهات اكتر، يعني انا بحسها سواري، كنت لفاها قبل كده وبحسها سواري اكتر. اهم حاجه بس تظبطي ال الشكل العام. يعني انا هنا زي ما قلت لكم مش متظبط معايا علشان لابسه تحتيه خمار، لابسه تحتيه نقاب، ولابسه تحتيه طرحه، ومش عارفه امسكه علشان الجوانتي، وكانت ليله سيادتك. فيارب يكون عجبكم وعرفت اعمله لكم.